الحسن المرقسي للمالتي ميديا. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين له المجد العظم الابد الامين امين. في سؤال قل هل غاية التجسد هو لإتمام عملية الفداء؟ يعني التجسد فقط؟ حبيبي أنا شرحتها أكتر من مرة، أنا قلت عظة كاملة عن أسباب التجسد الإلهي، وقلت في 7 أسباب للتجسد الإلهي. السبب الأول كان تحطيم مملكة الشيطان، عشان كده بدأ بخدمته على التجربة على الجبل، بحيث اللي اتهزم فيه آدم وساب طرد من الفردوس انتصر فيه المسيح عشان خاطر رجعنا تاني الفردوس. 3 تجارب هزم فيهم آدم وانتصر فيهم المسيح، وضحت الكلام ده. وقلت السبب الثاني كي أعطى مثال لاتبع خطواته كما سلك ونسلك نحن أيضا، وتكميل فهم الشريعة والناموس. والسبب الثالث كان الفداء والخلاص اللي تم بالصليب، زي ما في سفر دانيال إلى أن أتى قديم الأيام ودفع دل قديس العلي فملك القديسين المملكة. السبب الرابع كان عشان خاطر بعد ما دفع دل قديس العلي بيحطم بوابات الجحيم ويطلع كل الأبرار اللي منتظرين فداء المسيح، لأنهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرون هذا فرأى وفرح. السبب الخامس كان إعادة فتح الفردوس ورد الأبرار إليه، رد الأبرار إليه. عشان كده قال لسه اليمين اليوم تكن معي في الفردوس، فتح الفردوس ورد الأبرار إليه. السبب السادس كان انتصار على الموت بالقيامة، والكتاب بيعلمنا كورنثوس اصحاح 15 21 22 في آدم الأول يموت الجميع، في المسيح يحيا الجميع. بموت آدم ساد الموت لكل البشر، وبقيامة المسيح تسود القيامة لكل البشر، فهذا الانتصار على الموت بالقيامة. السبب السابع كان إرسال الروح القدس وتأسيس مملكة السماوات على الأرض. إرسال الروح القدس تأسيس مملكة السماوات على الأرض. وأخطر شيء تبقوا عارفينه في موضوع التجسد، إحنا من خلال التجسد والفداء اللي قدمه السيد المسيح له المجد، إحنا بنتحد بالمسيح في سر التناول. ولولا اتحدنا بالمسيح في سر التناول الشيطان يخطفنا لجهنم، لأن الشيطان في الأصل ملاك وصعد بقوة ملاك. فلولا اتحدنا بالمسيح في سر التناول الشيطان يخطفنا للموت، الهواء والموت يخطفنا لجهنم. الحاجة الوحيدة اللي بتنجي الروح بعد خروجها من الجسد هي اتحاد المسيح في سر التناول. فجاء عشان خد جسدنا، اتحد بطبيعتنا البشرية، واحنا اتحدنا بيه من خلال هذه الطبيعة عشان خاطر يردنا تاني الفردوس، ينصرنا على الشيطان. لأن قلت لكم الشيطان في الأصل ملاك وسقط بقوة ملاك، ولولا اتحدنا بالمسيح عشان يخطفنا معاه الهوية والموت على طول، يخطفنا ويكلم معاه على طول. ففي 7 أسباب للتجسد الإلهي. حد بعت سؤال وبيقول هل سماع الأبراج التي توجد على النت حرام؟ أنا بسمعها كل يوم، وساعات بتكون فيها كلام بيحصل يعني. لا يا حبيبي، حرام حرام. وأنا دايما أقول إحنا دايما كل حاجة عاملين طبعا يعني ملقين كل همكم عليه. المسيح هو اللي يسندك ويقويك، والمستقبل في ايد ربنا بس، المستقبل في ايد ربنا بس. انما حكايه الابراج ديت انا ما اعرفش يعني. وبعدين اقول لك على حاجه بسيطه، او مصر فيها كل سنه 2.5 مليون مولود. مصر بس فيها كل سنة 2.5 مولود، 2.5 مليون مولود. يعني في الشهر أكتر من 200,000 واحد بيتولدوا في مصر بس. هل بقى 200,000 حظهم كلك شكل بعض وبركم كلها شكل بعض؟ ده بيضحكوا عليكم، بيضحكوا عليكم. حد بيقول هل توجد كنائس وتبشير في دولة الهند كما يوجد كنائس أرثوذكسية؟ هل يوجد ناس بتعبد النار؟ بالنسبة للهند فيها ديانات كتيرة قوي، فيها مسيحية أرثوذكسية، فيها مسيحية أرثوذكسية تابعة لكورس أنطاكيا،
وفيها مسيحية كاثوليكية وفيها بروتستانت، بس هم أكتر ديانة تقريبا السيخ حوالي 800 مليون. إنما فيها ديانات كتيرة خالص في الهند، في ديانات كتيرة. احنا نصلي من أجل الناس البعيدة، ربنا ينور بصيرتها، نصلي من أجله. إنما في مسيحية في مسيحية كاثوليكية، ده الغالبية المسيحيين بتوع الهند، وفي أرثوذكسية تبع القدس أنطاكيا، وفي بروتستانت. هل معنى منبثق من الآب، الروح القدس منبثق من الآب؟ أنا وضحتها. الابن مولود من الآب، والروح القدس منبثق معناها منبعث من الآب، لأن هو الآب هو أساس الوجود، الآب أساس الوجود، فمنه اتولد كلمة الله السلمس على المجد، ومنه انبثق الروح القدس أو انبعث منه الروح القدس، زي انبعاث الحرارة من النار كده. حد بيقول نفسي أبطل خطية معينة من 3 سنين وأكررها. بص يا حبايبي، رجاء محبة. أول حاجة لازم تكون حازم مع نفسك. الشر الذي لست أريده الإرادة حاضرة في كل حين، والخير الذي أريده بغصب نفسي عليه. وبعدين دايما أقول للشباب ونقول للكل، طهر فكرك هيبقى جسدك طاهر، وعشان تخلي فكرك طاهر يبقى لازم تخلي مداخل الجسد اللي هي السمع والبصر طاهر. يتفرجوا على افلام مش كويسه ويسمعوا كلام مش كويس وياخدوا على ذكر يبقى طاهر، ما ينفعش. امنع اسباب الخطيه، ما تقعش في الخطيه. احفظ بصرك طاهر، احفظ فكرك طاهر، احفظ سمعك طاهر، جسدك هيبقى طاهر وربنا هيسيبك ويقويك. وبرضه تطلب المعونه من السماء، تكون حازم مع نفسك وتطلب معونه من السماء. ربنا بيحب اولاده، وربنا بيحب اولاده. برضه بتكلم حكايه الابراج دي، ما اعرفش. واحده بتقول ابني عنده 12 سنه وبنتي 10 سنين. الولد شقي جدا والبنت هاديه. الولد بيغير من اخته جدا. ازاي اخليهم يحبوا بعض؟ وازاي امدحهم من غير؟ بصوا ارجوكم، انا في حاجه علفركم، قلت لكم في تربيه الاولاد، يعني الطريقه الاجنبيه في تربيه الاولاد دايما بتبقى مكافاه وعقاب. ازاي؟ بتبقى انك انت مثلا تقول له عملت الحاجه الفلانيه ديت هكافئك بكذا، ولو انت عملت الحاجه الغلط الفلاني هيبقى فيه عقاب، مش هتتفسح، مش هتخرج، مش هتعمل. وتبدا تكون حازم معاه. وفي نفس الوقت احنا بنمسك العصا من النص، لا اللي احنا بنشد عليهم في الضرب ونخليهم يطلعوا يعني ضعفة، ويخلوهم يعني يرتعبوا من صغرهم، ما ينفعش. ولا اللي احنا بنسيبهم بلا ضابط. بنمسك العصا من النص، في مكافأة وفيه عقاب، بس تأديب أب تأديب أم. وفي نفس الوقت لازم تكون حازم معاه وتعرفه الغلط ده ما نعملوش والصح نعمله، عشان دي مسؤوليتك أمام الله. حد بيقول في متى 26 ولقى المهم اديك صح مرة وصح مرتين هو الهدف مش كده، لا هو بيتكلم على المعنى ان اديك صح، بس الهدف ايه؟ هو مرة يعني احيانا بيجيبها بالتفصيل، واحيانا بيقول توصل للهدف. الهدف ايه؟ الهدف لما كان بطرس الرب يسوع المجد بيتكلم وبيقول للتلاميذ ان ابن الانسان سيسلم ايدي الامم وهيصلبه في اليوم الثالث يقوم، وبدا يكلمه على اللي هيحصل له. فبطرس قال له حاشاك يا رب، وبعدين قال له لو اضطررت ان اموت معك. فقال له انك انت قبل ما يصيح يديك مرتين تكون 3 مرات. وده عاوز يقول نقطه بس، ايه هي؟ عاوز يقول له الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي ده بطرس ده زي الديك اللي بيقوى في الهواء، لانك هتنكرني. زي يقول لك هتنكرني، زي واحد بيقول لك انا بحبك يا رب وروح اعمل خطيه. طب منين بتحب ربنا وتحفظ وصيته ولا بتعمل خطيه؟ لا احنا عاوزين عملك يتمشى مع ايمانك. فهنا بيقول له ده زي الإواء اللي في الهواء يا بطرس، لانك هتنكرني. فدي نقطه. النقطه الثانيه هو الهدف بيعرفنا حاجه، ايه هي؟ بيعرفنا ان بطرس انكر قدام جاريه. وانا قلت لكم ان ربنا جعل في الجسم الانساني الشهوه دي جاريه.
جارية إن أنت سيطرت عليها هتحفظ إيمانك وتمشي صح. إن هي سيطرت عليك ممكن تضيع إيمانك، وده اللي إحنا بنشوفه في غالبية الناس اللي بتترك عنها المسيح للأسف من أجل الشهوة. للأسف من أجل الشهوة، الغالبية من أجل الشهوة. فهنا اللي إحنا بندور عليه تكون حازم مع نفسك، حازم مع نفسك. الخير الذي أريد بغصب نفسي عليه، والشر الذي لست أريد الإرادة حاضرة في كل حين. عشان أمشي صح بضغط على نفسي. تغضب ربنا ما أعملها، حاجة تغضب ربنا ما أعملهاش. يوسف الصديق كان لسه شاب صغير وما كانش متزوج، ولما طلب من الخطية قال كيف أفعل هذا الشيء العظيم وأخطئ لله. كانت النتيجة ربنا كافأه ورفعه. برضو أنت تبقى كده، تيجي الشر قدام منك كل ما عملش حاجة تغضب ربنا، تكون حازم مع نفسك. فإنما الهدف كان هو ساعتها بيقول له إن اللي أنت بتقوله ده يا بطرس إنك أنت هتموت معايا، ده أنت عامل زي الديك اللي بيقوى في الهواء إنك هتنكرني النهارده. ده الهدف منه يعني. حد برضه عشان خاطر طيب ماشي. برضه السؤال في متى 26 برضه قال بطرس للجارية أنه لا يدري، ما هو أنكر كم مرة يا حبيبي، وفي لوقا قال أنه لم يعرف الرجل يعني. عشان أنت صح ديك ساعتها هو أنكر 3 مرات. أنكر كم مرة؟ مش مرة واحدة. طيب عشان خاطر الوقت بتاعنا معلش